السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، وسناك الجمعة اليوم حيكون مايل على الجانب الصحي شوية، وحنسوي تبولة بالكينوا وفيها تويست شوية. التويست هو ده الشيء الأبيض اللي انتوا شايفينه على التبولة، هذا الشيء اللي أنا قتلني لما جربتها في مطعم، مرة عجبتني. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. أول شيء حنحتاج كينوا، تقدروا تستخدموا اللي لونها بيج أو اللي لونها أحمر، وبقدونس مفروم ناعم، بصل أخضر مفروم ناعم، طماطم مقطع مكعبات صغيرة، خيار مقطع مكعبات صغيرة. وفي التبولة التقليدية أصلا ما نستخدم خيار، بس أنا حابة في دي الوصفة أستخدم خيار. توم مهروس، وبرضو التوم ما يستخدم في التبولة، بس حوريكم أنا فين أستخدمه. نعناع مفروم ناعم، ليمون، زيت زيتون، وجبنة كريمية، ولبنة. هذا الشيء الأبيض اللي كان محطوط فوق التبولة ومرة مديها طعم لذيذ. وآخر شيء حنحتاج ملح وفلفل أسود. ودحين نروح لطريقة التحضير. أول شي حنطبخ الكينوا عادة قبل ما نستخدمها لازم نغسلها بموية، بس أنا أوريدي حقتي مغسولة، فحنحطها في قدر متوسط الحجم ونحط عليها زيت زيتون، وحنقلبها مع زيت الزيتون على نار متوسطة إلين ما تقريبا تقدروا تقولوا إنها امتصت زيت الزيتون. بعدها حنضيف لها موية سخنة أو موية مغلية. دايما في الكينوا، في طبخ الكينوا، مقدار من الكينوا حتحطوا له مقدارين من الموية. حنضيف لها ملح وفلفل أسود. بعدين أول ما تبدأ تغلي زي كده حنوطي النار، نخليها مرة هادية، ونغطي عليها ونسيبها من 12 ل 15 دقيقة. بعدين حتلاقوا إنه الكينوا بدأت تنشف. فإيش حنسوي؟ يعني بعد ما انطبخت حنسيبها، أبغاها تبرد بسرعة. طيب فإيش سويت؟ قمت حطيتها في صحن مفتوح وفردتها عشان تبرد معايا بسرعة. الخطوة دي هي الخطوة السهلة اللي ما فيها شيء، اللي حنحط كل مكونات التبولة مع بعض، اللي هي البقدونس المفروم والنعناع والخيار والبصل الأخضر والطماطم والكينوا. طبعا الكينوا لازم تكون بردت. حنقلبهم مع بعض مظبوط. بعدها حنضيف لهم زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل الأسود. دحين دي المكونات حق الدريسنج، أنا ما عندي ليها مقادير، أنا أحط وأدوق، لو حسيت إنه في شي ناقص أرجع أزيد زيادة. الشي الأبيض الرهيب اللي مدي طعم مرة لذيذ للتبولة هو اللبنة وجبنة الكريمية وفص توم مرة صغير، حنخلطهم مع بعض، بعدها نحطهم على التبولة. وبكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، وخلصنا نسوي التبولة بالكينوا. لازم تجربوها، ولكل الناس اللي يقولوا لي ريم تسوي أشياء هيلثي وأشياء صحية، أهو جبت لكم تبولة بالكينوا. الكينوا معروف عنها إنها غنية بالبروتينات، ما هي زي البرغل في كربوهيدرات، لا ده في بروتين كتير. وبرضو الناس اللي تاكل gluten free، ما في جلوتين، ما في له ولا شيء، تقدروا تاكلوه انتم مبسوطين. واهو شوفوني وانا قاعدة احط الشيء الابيض الرهيب. لو ما تحبوا اشياء كذا جديدة في التبولة حقتكم عادي تقدروا تستغنوا عنه. اشوفكم فيديو تاني قريب ان شاء الله، واحبكم جميعا وبالعافية ومع السلامة.